السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم خبيزة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وعلى طريقتي. طبعا الاكلة دي معظمكم ممكن ما يكونش عارفها، بس دي كان زمان اجدادنا كانوا بيعملوها بصراحة تحفة. انا النهاردة ان شاء الله هعملها معاكم على طريقتي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا معايا ورق خبيزه. انا مقطفاه زي ما بتقطفي كده الملوخيه، وغسلاها كويس قوي. ومعايا حوالي شبت وكزبره، دي هنحطها على الخبيزه واحنا بنسلقها. هتقطفيها زي ما بتقطفي الملوخيه بالظبط. انا معايا حله حطيتها على النار، حطيت فيها كده حبه ميه وسبتها لحد ما غلت. هنزل بقى بالخبيزه حزمة الشبت والكزبرة. طبعا انا خدت الورقة بس، طبعا احنا مش هناخد العيدان، هناخد بس ورق الشبت والكزبرة بس. وهسيبها كده على النار لمدة حوالي بس 5 دقايق، لحد بس ما الورق معانا يدبل 5 دقايق بس. هننزلها كده في المية المغلية ونسيبها بس لمدة حوالي 5 دقايق لحد ما تستوي معانا. كده خلاص استوت معانا. هطفي بقى عليها النار. وطبعا هشيل كده المية الزايدة اللي فيها، وهسيب بس كده مقدار حوالي مج من المية بس عشان تشغل لي الخلاط لما نيجي نضربها. هسيبها بقى كده لحد ما تبرد شوية. طبعا لو الخلاط بتاعك بيتأثر بالسخونية طبعا هتسيبيها لحد ما تبرد خالص. انا بقى هضربها كده في الخلاط. طبعا ضربة وتروحي فاصلة، ضربة وفاصلة، حوالي كده بس ضربتين 3. بس احنا مش عايزينها ناعمة قوي، احنا عايزينها برضو فيها نسبة خشونة. هنبدأ بقى نعمل الشوربة اللي هنحط فيها الخبيزة، اللي نعمل فيها الخبيزة. معايا حلة حاطط فيها كده معلقة زبدة او سمنة، وحوالي كده حوالي 3 فصوص من الثوم مهروسين، وعليهم كده معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هديها بس كده حتة توم بس كده تشويحة لحد بس ما الريحة بتاعته تطلع. انا مش عايزة التوم يلون معايا خالص. هنزل بقى ببشرة طماطماية كبيرة، هقلبهم كده مع بعض كده تقلبتين. وبعد كده هضيف الشوربة بتاعتي. الشوربة طبعا متظبطة من التوابل والملح. هنزل بقى بالخبيزة اللي احنا ضربناها في الخلاط. طبعا انا ما ضربتهاش ضرب ناعم خشن بالشكل ده. هتاخد بس كده غلوتين على النار، هطفى عليها. ما شاء الله منتهى الجمال، تحفة، ولونها اخضر فعلا حكاية. كده خلاص جهزت معانا. هطفي بقى عليها النار. وهقدمها كده في الطاجن او في اي وعاء انت حابة تحطيها فيه. وهنبدأ بقى نعمل طشة التوم اللي هنحطها على الخبيزة. ما هي طاسة حط فيها معلقة زبدة او قطعة زبدة او معلقة سمنة. وهنزل بحوالي برضو 3 أو 4 فصوص من الثوم مهروسين. هدوه بس كده تشويحة الأول، تشويحة بس كده بسيطة. وهنزل بقى بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هقعد أقلب في الثوم كده لحد ما يدينا بس لون ذهبي. الثوم ما يغمقش معاكي خالص عشان ما يبوظش الأكلة بتاعتك، وفي نفس الوقت هيمررها، مش هيديكي طعم حلو للأكلة. يدوبك بس يدينا لون ذهبي. في ناس بتقلي ليها بصل. انا بصراحة انا بحبها بالثوم. بتفرق جامد في الطعم، وبصراحة طعمها بيبقى في منتهى الجمال. هنزل بقى كده بطشة الثوم على الخبيزة، فعلا تحفة. طبعا في ناس بتعمل الخبيزة بتحط عليها رز. بصراحة الطريقة دي في منتهى الجمال. احلى واطعم خبيزة هتعمليها، جربوها على طريقتي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.